بتزعلوا لما نقول ان مصر ما فيهاش غير الاهلي. طب احكموا انتوا، طيب ده ايه؟ دلوقتي في خناقه على لعيبه الاهلي ما بين ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي ومارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن ميكالي عايز ياخد 3 لعيبه اساسيين للمنتخب الاولمبي في كاس العالم: امام عاشور ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير، ده بلس اللعيبه اللي تحت السن اللي هم معاه اصلا زي احمد نبيل كوكا وكريم الدبيس. وطبعا جد كولر مش موافق على الكلام ده ومتمسك جدا جدا باللعيبه. ما احنا في فتره ضغط ماتشات، احنا محتاجين نحسم الدوري، وانت جاي تقول لي اخد 3 لعيبه اساسيين من الفريق؟ طب ازاي؟ هل فعلا للدرجه دي مفيش فريق في مصر غير الاهلي؟ طب ما انت عندك بيراميدز، عندك الزمالك، خد لاعب من كل فريق. فحاليا ميكالي عايز اللعيبه ومارسيل كولر متمسك بيهم ومش عايز يسيبهم. ايه اللي هيحصل؟ الله اعلم. عايزه اعرف رايكم في الكومنتات. هل تفضلوا ان اللعيبه تروح المنتخب الاولمبي ولا تكمل مع الاهلي عشان نحسم الدوري باذن الله؟ وللي ما يعرفنيش، انا جنى وائل بنت الاهلي وبس كده.